أعلن وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء فسخ التعاقد مع جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب رسميا. كتب رئيس الاتحاد الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بالماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر، وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم. وتم نشكر المدرب جمال بالماضي على كل ما قدمه للمنتخب، ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021. وتولى بالماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018، قاد محاربي الصحراء للفوز بكأس إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده، وفشل في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022. فوداعا أيها البطل.